ببيضة واحدة هنعمل 12 قطعة نايت كيك. كيكة الطفولة اللي كلنا اتربينا عليها هنعملها بكل سهولة ومكونات كلها موجودة عندك في البيت. يلا نشوف هنعملها ازاي. هحتاج بيضة بس تكون حجمها كبير، لو حجمها صغير هنحتاج 2 بيضة، وهضيف عليهم كيس من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل ونص كوباية سكر. هنقلب المكونات دي مع بعض كويس لحد ما البيض والسكر يختلطوا مع بعض ويكون قوامه كريمي شوية. هضيف عليهم نص كوبايه من الزيت ونخلطهم مع بعض، وطبعا نقدر نستخدم الخلاط او المضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي زي كده. هنقلبهم مع بعض لحد ما القوام يكون ناعم بالشكل ده، وهنضيف بقى كوبايه الا ربع من الحليب. هنقلب المكونات مع بعض كويس لحد ما الخليط كله يكون متجانس. بعد كده هنضيف المواد الجافه. عندي كوبايه ونص من الدقيق المنخول، هضيف كوبايه ونص وعليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، وعليهم رشه الملح. رشه الملح اساسيه طبعا معانا في اي نوع كيك، مش بنستغنى عنها. هنقلب بقى المكونات دي كده مع بعض كويس، وكده احنا عملنا النايت كيك. كده العجينه بقت جاهزه معانا بمكونات بسيطه جدا، وكمان المقدار صغير هيطلع لك 12 قطعه تفرحي بيهم الولاد، وكمان بقى ياخدوها معاهم المدرسه بدل ما يشتروا حلويات من بره. وكده خليط الكيك بقى جاهز معانا. شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ مظبوط جدا. هجيب بقى بوله وهشيل فيها معلقتين من خليط الكيك اللي احنا عملناه ده، هنضيف عليه الكاكاو عشان نعمل بيه الخطوط اللي على وش الكيك في الاخر. هنشيل معلقتين بس كده على جنب، وهنجيب بقى معلقه او سباتيولا ونقلب من الجوانب، نتاكد ان خليط الكيك مفيش فيه اي بواقي من الدقيق في الجناب، ونخلطه كويس. هنشيله بقى على جنب دلوقتي، وهنجهز خليط الكاكاو. هنجيب معلقتين من خليط الكيك اللي احنا شلناهم، هنحط عليهم معلقه كبيره من الكاكاو الخام غير المحلى، ومعلقه من الحليب عشان القوام ما يكونش تقيل قوي. هقلب بقى المكونات دي مع بعض لحد ما يبقى معايا خليط بالشكل ده. هنحطه في كيس حلواني ونشيله على جنب دلوقتي، ونجيب صينيه مقاس 30 في 40 ونحط فيها من تحت ورقه زبده، ونتاكد ان النوع كويس مش بيلزق فيه، ونضيف كميه العجين. طبعا هتحسوا ان كميه العجينه قليله، بس لا، هي هتكفي وهتطلع لنا المقدار اللي احنا عايزينه. بس وزعوه كويس بالشكل ده. حابين تعملوه في صينيه اصغر وقطعه الكيك تكون اكبر من كده زي ما انتوا حابين، بس المقدار ده بيطلع لكم قطع حجمها حلو جدا ومقدار كويس. هنوزع الخليط الاول بالسباتيولا كده لحد ما نتاكد ان هو اتوزع في الصينيه كلها، وهنبدا نهز الصينيه كده ونرجها عشان نساوي الخليط. هنجيب بقى اللي احنا عملناه بالكاكاو ونبدا نعمل خطوط بالعرض بالشكل ده. نعمل خطوط بالعرض مش بالطول. هنوزع الخطوط كده على الصينيه كلها بالعرض بالشكل ده، نسيب مسافات كويسه، ولو اتبقى معانا من العجين هنبدا نعمل خطوط كمان بين المسافات دي. المهم ان احنا نوزع الخليط ده على الصينيه كلها الاول، واللي هيتبقى هنملى بيه الفراغات دي. كده انا عملت الصينيه كلها خطوط، اتبقى عندي عجينه، فهنبدا نعمل بقى في الفراغات اللي في النص دي. عايزه اقول لك ان الشغل في النايت كيك مسلي وممتع قوي، وكمان الولاد بيفرحوا بيه. ممكن تخليهم يساعدوكي معاهم، وكمان لو عندك مناسبه او عيد ميلاد هيبقى حلو جدا. في اعياد الميلاد هتعملي منه كميه حلوه ومش مكلفه خالص، كانها قطعه جاتوه للاطفال بالظبط، وتقدري تحشيه بقى زي ما انت عايزه، شوكولاته، كريمه، زي ما انت حابه. هخلص بقى كميه الكاكاو كلها، هعمل خطوط بالعرض كده في الصينيه كلها بالشكل ده. بعد كده هنجيب بقى خله اسنان او سكينه، اي حاجه موجوده عندك، تعملي خطوط بالطول بالشكل ده عشان نعمل بقى الرسمه اللي على الوش. انا ما لقيتش عندي خله اسنان فعملت كده بطرف السكينه موجوده عندي. عملنا خطوط من فوق لتحت، هنبدا نعمل بالعكس بقى خطوط من تحت لفوق بالشكل ده كده. وكده بقى شكل نايت كيك بقى جاهز معانا. واحنا شغالين في الخطوط اللي من فوق دي بنبدا نجهز الفرن، نسخنه على درجه حراره 180، وبيقعد من 10 ل 15 دقيقه بالكتير قوي، ما تزودوش عن كده عشان طبقه الكيك بتكون رقيقه وما تنشفش. بنختبرها بخله اسنان، ولو استوت بنفتح الشوايه تاخد لون من فوق ذهبي زي كده، وبنطلعها على طول. بنغطيها بفوطه مطبخ نظيفه عشان طبقه العجين رقيقه، مش عايزينها تنشف لحد ما تبرد خالص. بعد كده بنقلبها بقى من الصينيه بالشكل ده. شايفين ورق الزبده بيتشال بكل سهوله. اتاكدوا زي ما قلت لكم من النوع اللي انتوا استخدمتوه، لازم تحطوا تحتها ورق زبده نوع نظيف عشان ما تلزقش. هنقسمها نصين بالشكل ده كده، وتقدروا بقى تحشوها في النص اي حشوه انتوا حابينها. انا هحشيها مربى عشان دي الاساسيه بتاعتنا بتاعت زمان. حابين تحشوها كريمه، حابين تحشوها شوكولاته، اي نوع حشو انتوا حابينه تقدروا تضيفوه براحتكم. هتوزعوا الحشو كده في النص على ناحيه واحده، وهنقلب الناحيه التانية عليها بالشكل ده كده. هنحاول نسويها، وكده كده هيكون في جوانب مش متظبطه هنسويها بالسكينه في الاخر. من الاربع جوانب هنسويها بالشكل ده كده. اي زياده هنقطعها عشان لما نقطعها قطع تكون متساويه. طبعا الزيادات اللي بشيلها دي واحنا واقفين في ساعتها بتتاكل على طول، ما بتتحطش حتى في طبق، على طول اقطعها وهم واقفين جنبي ياكلوها على طول. انت مجرد ما هتعمليها مره وولادك هيفرحوا بيها هتعمليهم على طول، بالذات كمان وقت المدرسه هتحطها لهم في اللانش بوكس يفرحوا بيها جدا، هيطلبوها منك على طول من جمالها، وكل مره غير لهم في الحشو. هقسم كده بقى الكيك بالنص كده من فوق، بعد كده هبدا اقسمها لاربع قطع، بعد كده هبدا اقسم كل جزء عندي لثلاث قطع بالشكل ده كده. هيطلع لي 12 قطعه متساويين، حجمهم حلو جدا، حجمها اكبر كمان من الكيكه اللي بتجيبها لهم من السوبر ماركت.
دي بقى انت عاملاها بايدك، ضامنه المكونات، حاجات كلها موجوده عندك، مش هتكلفك اي حاجه نهائي. قوموا دلوقتي على طول جربوها واعملوها، وهستنى بقى رايكم وتطبيقاتكم، وصوروا وابعتوا لي اللي انتوا عملتوه. شايفين بقى الجمال؟ طلع لي الكميه عامله ازاي، وشوفوا حجم القطعه كبيره مش صغيره، وحجم الكيك كمان الطبقه بتاعتها حلوه قوي مش رقيقه. ما تتخضوش من كميه العجين، في الاول تبقى صغيره بس تطلع معاكم كميه كويسه. يلا بقى قومي اعمليها على طول وفرحي الولاد، وكمان صوريها وابعتيلي. ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تعملي فولو ولايك وشير للفيديو.